لازم تدخل دلوقتي فورا تفعل الخيارات ديت عشان اليوتيوب يبدأ يرسل لك أهم الرسائل وأهم الإشعارات سواء في تحديث جديد أو في مشكلة عندك في القناة أو أي حاجة يبدأ يبعتها لك على الجيميل. يعني أي رسالة تجيلك على الجيميل. يعني في ناس مثلا بتيجي تتكلم تقول لك احنا دلوقتي بيجي لك رسائل وانت بتشرحها مثلا على الجيميل، تمام؟ بتجيلك الرساله على الجيميل وانت بتشرحها، احنا بندخل على الجيميل ما بنلاقيش الرسائل دي، فعشان حضرتك مش مفعل الخيارات دي. لو فعلت الخيارات دي يبقى اليوتيوب هيبدا يرسل لك جميع الاشعارات، تمام؟ سواء كانت اشعارات مهمه او كانت اشعارات غير مهمه، تمام؟ فهيبدا يرسلها لك على الجيميل. فحضرتك لازم تدخل تفعل الخيارات ديت عشان اليوتيوب يبدا يرسل لك جميع الرسائل على الجيميل الخاص بيك، وتبدأ تتعرف على جميع الرسائل المهمة أو غير مهمة زي ما احنا قلنا كده. أول حاجة هتفتح القناة بتاعتك، بعد كده تضغط على صورة القناة، تمام؟ من صورة القناة تبدأ تضغط على الإعدادات. من الإعدادات هتلاقي حاجة هنا اسمها الاشعارات او اشعارات، هتضغط على الاشعارات، تمام؟ هتلاقي كل الخانات دي. طبعا هنيجي كده نشرح حاجات بسيطه كده على طول. اشعارات على سطح المكتب، تلقي اشعارات في هذا المتصفح، تمام؟ لو انت فعلت الخيار ده هيبدا كل شويه يبعت لك على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك اشعار على سطح المكتب، يبدا يظهر كده قدامك، بس مزعج جدا. انا بالنسبه لي قافله، انا مش حابب افعله. هنا بقول لك خيارات المفضله، تمام؟ خياراتك المفضله، اول حاجه الاشتراكات، تمام؟ انت بتلاقي الخيارات دي كلها اصلا مفعله عندك، تمام؟ فاحنا بس ايه هنشرحها كده على السريع. هنا بقول لك الاشتراكات، ارسل اشعار بالنشاط قنوات التي اشتركت فيها. يعني كمثال انا اشتركت في 10 قنوات، وال10 قنوات اللي انا اشتركت فيهم انا مفعل زر الجرس على الكل، تمام؟ طيب فهيبدا اي قناه من العشرة دول ينزل فيديو هيبدا يجي لي اشعار، تمام؟ طب لو انا قفلت الخيار ده يبقى اي قناه من القنوات العشر نزلت فيديو مش هيجي لي اشعار بيها. ليه؟ لان انا قفلت خلاص الاشتراكات، رغم ان انا مفعل الجرس هناك على الكل. فلازم دي تكون مفتوحه، ديت خاصه. بكرر كلامي تاني، دي خاصه لو انت مشترك في 10 قنوات ومفعل زر الجرس عليهم، تمام؟ فلازم هيبدا يجي لك اشعار كل ما قناه تنزل فيديو. لو انت قفلتها مش هيجي لك اشعارات خالص حتى لو كنت مفعل الجرس هناك، تمام؟ طيب تاني خيارات الفيديوهات المقترحه. طبعا انت دايما اليوتيوب بيبدا يهتم، يعني كمثال مثلا انا بتفرج على فيديو، فالفيديو ده مهتم مثلا بالرياضه، مهتم بالكوره، فانا طالما مهتم بالرياضه او مهتم بالفيديوهات الكوره ودايما بشوف الفيديوهات بتاعه الكوره، فاليوتيوب بيبدا يقترح لي فيديوهات مثلا اي اعلامي بفيديوهات قد تعجبني بالاستند الى المحتوى الذي اشاهده. يعني اي فيديو انا بشاهده كمثال مثلا كوره، بشاهد الكوره دايما، فخلاص اليوتيوب عرف اهتماماتي اللي انا مهتم بالكوره، فيبدا يقترح لي الفيديوهات الخاصه بالكوره. هنا ثالث واحده النشاط على قناتي، ارسل لي اشعار لي بشان تعليقاتي والنشاطات اخرى على قناتي او فيديوهات تابع لي. يعني مثلا حد علق لي يبدا يرسل لي اشعار، تمام؟ انا علقت لحد برضه وحد رد عليا يبدا يرسل لي اشعار، تمام؟ يعني يكون في نشاط على قناتي، تمام؟ طيب هنا بقول لك ايه الردود على التعليقات، اعلمني بشان الردود على تعليقاتي. يعني اعلمني لو انا كتبت تعليق وحد رد على التعليق بتاعي يبدا يجي لي اشعار ان فلان الفلان رد على التعليق بتاعك، تمام؟ هنا بقول لك الاشارات. طبعا ايه هي الاشارات؟ الاشارات ارسل لي اشعار لي عند اشارات المستخدمين الاخرين الى قناتي. يعني كمثال مثلا حد دخل راح ايه كتب عنوان الفيديو بتاعه، تمام؟ وبعد كده راح كاتب اسمي، عمل مثلا وراح كاتب اسمي، المهم يعني عمل لي اشاره باسم قناتي، فيبدا ايه يرسل لي ان فلان الفلان عمل لك اشاره سواء في العنوان او في الوصف او ايا كان يعني، تمام؟ هنا طبعا المحتوى المشترك، اريد تلقي اشعار عندما يشارك مستخدمون اخرون المحتوى الخاص بي على قنواتهم. يعني حد خد المحتوى بتاعي حطه في قناته يجي لي اشعار ان فلان الفلان خد المحتوى بتاعي، فانا ممكن ابدا اعمل له انذار او اقول له شيل الفيديو بالحسن، ما شالش هبدا اعمل له انذار، فيبدا يجي لي اشعار انه فلان الفلان او قناه كذا خدت المحتوى بتاعك 100% او 50%، فيبدا يجي لي اشعار والكلام ده كله. المحتوى الترويجي والعروض، اعلمني بشان محتوى ترويجي وعروض مثل مزايا مخصصه للاعضاء، ده خاصه بالمحتوى الترويجي والعروض. هنا بقى لو جينا اشعارات البريد الالكتروني، هنا الاذن لازم تعدد على الاذن بالطريقه دي، تمام؟ بعد ما تحدد هتبدا تعمل ريفريش، هيبدا يظهر لك خيارات تانية. هنا طبعا هيبدا يظهر لك ايه
خياراتك المفضله. اول خيار طبعا اخبار عامه عن المنتج، هتبدا تحدد عليها اي حاجه عن المنتج هتبدا تجي لك في الجيميل، ورسائل مهمه جدا جدا عن المنتج اليوتيوب بتاعك. تمام. هنا طبعا اخر اخبار عن بريميوم، يوتيوب بريميوم، هتبدا برضو تحدده عشان اي اخبار تجي لك او اي تحديثات او اي حاجه في يوتيوب بريميوم اللي هو الخاص بالاشتراكات المدفوعه عشان ما يجيلكش اعلانات، فتبدا تحددها عادي مفيش اي مشكله. برضو يعني اي رساله تجيلك تمام مفيش مشكله، لازم تفعل اخر اخبار عن بريميوم. تمام. طيب هنيجي عند اخر حاجه هنا، اخر اخبار ومعلومات المتعلقه بصناع المحتوى. اي حاجه واي اخبار هتجيلك ومعلومات متعلقه بصناع المحتوى هتبدا تجيلك في الجيميل بتاعك، فانت لازم تحدد. طيب انا حددت خلاص الثلاث خيارات اهم. تمام. لو جينا هنا اللغه، طبعا لو انت اللغه بتاعتك ظاهره انجليزي، ظاهره صيني، ظاهره الماني، فانت حابب تخليها مثلا باللغه العربيه او اي لغه، تبدا تضغط على السهم ده هيبدا يظهر معاك جميع اللغات دي كلها، جميع اللغات اهي. شوف اللغه اللي تناسبك وابدا حددها واعملها. انا بالنسبه لي انا محدد على اللغه العربيه. تمام. لو بصينا كده طلعنا فوق هتلاقي اللغه العربيه اهي، هضغط عليها فخلاص انا بقت اللغه بتاعتي باللغه العربيه. بس كده كده هيجي لك اهم الاشعارات واهم الرسائل على الجيميل بتاعك، الرسائل المهمه جدا عن اخبار عامه عن المنتج اليوتيوب. فكده اي رسائل هتجيلك زي ما بتيجي لصناع المحتوى. تمام. وتفهم قناتك وتفهم كل الرسائل المهمه، عشان اي رساله مهمه هتجيلك انت هتكون محتاجها. ممكن اليوتيوب يجي يبعت لك رساله مهمه وانت مش مفعل الخيارات ديت، فالرساله طبعا مش هتجيلك لانك انت مش مفعل الخيار. لكن بعد ما فعلت الخيارات ديت اليوتيوب اي رساله هتبقى مهمه او مش مهمه هيبدا يرسلها لك على الجيميل، فحضرتك تبدا تدخل على الجيميل وتشوف اهم الرسائل عشان تكون ناجح على اليوتيوب وتفهم الجيميل وتفهم قناتك بتمشي ازاي، وتفهم اليوتيوب بيرسل لك الرسائل دي والرسائل دي فيها مشاكل او الرسائل ده مهمه بالنسبه لك او فيها تحديثات او ايا كان. يعني لازم تفعل الخيار ده فورا. اشوفكم بقى في فيديو جديد. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. سلام عليكم.